عايزاكم في حاجه ضروري 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 ضروري. يلا يا عيال اجمعوا. يا حلوين يا حلوين. يا واد يا بت يا بت يا واد. في هولندا يا اوليفيا اجفون النيدرلاند، وهقولها مره واحده في اللايف. اللي هيخش تاني يقول لي فارفونيا مش هرد عليه. يسعد اوقاتك، مساء الفل، مساء الجمال. هاي ريم، هلو. يلا بقى اجمعوا، عايزاكم تجمعوا، عايزاكم في حاجه ضروري 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 ضروري. يا عيال يا عيال، شايفين الجو حلو ازاي النهارده؟ يجنن. يجنن يجنن. كان نفسي افتح اللايف يعني بدري شويه والدنيا لسه منوره، بس على بال ما خلصت الغدا بقى والبيت وكده الدنيا هتضلم علينا دلوقتي. الجو هايل النهارده. ميرسي يا حبيبي او يا حبيبتي، ميرسي. بيرسينج؟ فين البيرسينج ده؟ هو حد شايف بيرسينج هنا؟ هو يعني ايه بيرسينج؟ يعني ايه بيرسينج؟ بقول لكم يا عيال، عايزه اخد رايكم في حاجه. حبيب قلبي، انا دول اليومين بتوعي دول كده ان انا اروح اعمل بروتين، افرد شعري عشان افضل بقى كل شويه كده اتنطط عليكم واعمل لكم كده اهو كده اهو. كل ما اطلع معاكم في الفيديوهات افضل اعمل لكم كده بقى وشعري يبقى سايح ونايح. في حد من المتابعين امبارح قال لي عايزين نشوفك في الكيرلي، ايه رايكم؟ اضرب شويه كيرلي قبل البروتين؟ انا عمري ما جربت الكيرلي ده، هو كيرلي لوحده؟ لا هو مموج. ولا خليه كده وخلاص، اطلع لكم بيه منكوش كده وخلاص. يسعد مساك حبيبي، جاب ميرسي يا حبيبي. اقول لك فين هعمله، هقول لك فين هعمله، بس هو انا بفكر اغير الكفر، لان اخر مره هو اول مره انا عملته عندها كان الشغل هايل، الصنايعي اللي قعدت تحت ايديه كان جميل 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 وقعد معايا فتره طويله. المره اللي فاتت دي بقى عارفين اللي هو متخشب، اللي هو طالع كده اهو، بس مش هو نفس الصنايعي، هو نفس الكبر نفس الكوافير، بس مش نفس الولد اللي عمل لي المره اللي فاتت. فما كنتش راضيه قوي، ما كنتش مبسوطه قوي يعني. هو مفروض بس تحسوا كده ان هو مخشب وناشف يعني. لما البروتين راح، هو مفيش بروتين دلوقتي، تحسي ان هو قطره يعني، من غير بروتين قطره من البروتين. فما اعرفش بقى هم غيروا في المواد ولا البنت اللي عملته لي ما كانتش شاطره قوي، فانا هتصل بيهم. لو نفس الولد ده رجع لصنايعي رجع، هرجع لنفس كوافير. لو ما فيش هروح كوافير تاني، وهقول لكم ذوق في ذوق كده كده وكده. هبقى اقول لكم. شفتوا الفيتامين اللي انا وريته لكم امبارح ده بتاع الشعر؟ مين كان معايا على اللايف امبارح؟ انت بتعرفي يا ريم؟ طب راسليني يا ريم. ماشي لو بتعرفي ماشي، ابعتي لي التفاصيل والسعر بتاعك كام ونتفق. تقريبا هي الماده اللي بتفرق، معرفش الماده ولا البت شغلها ما كانش حلو. ما طلعتش مبسوطه خالص خالص في اخر مره دي، اول مره اللي كان حلو. وعليكم السلام يا ايمي. والله طب فين يا ريما؟ راسليني قولي لي فين، لو انت قريبه عليا ماشي يا ريت، وقولي لي السعر بتاعك ايه، قولي لي الاسعار ايه. بس انتوا ايه رايكم؟ افرد بقى دلوقتي نعمل بروتين ولا اعمل كيرلي شويه؟ انا مش عمري ما شفت نفسي في الكيرلي غير بس وانا منكوشه وانا مش مسرحه، فبضطر اقول لهم اي ام كيرلي. انا مش عارفه. ماشي يا حبيبتي وهستناكي. ما قلتوليش بقى ايه رايكم في فستاني الجديد؟ مش انا بقول لكم انا عايزاكم.
انا جبت فستان جديد النهارده، ايه رايكم في لونه؟ ما استحملتش اهو، لبست ونزلت لكم على طول. ايه رايكم؟ استنى. حلو. ايه رايكم في اللون؟ صراحه هو عاجبني قوي 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 قوي. اللون تحفه. عملت لي عليه ديسكاونت، نزلت لي فيه تقريبا 15% او 25%، عشان المفروض ان هو ليه حزام هنا والحزام ضايع منهم، فعشان الحزام مش موجود نزلت لي في اجيب له حزام ساتان كده او دانتيل ابيض، صح؟ الكيرلي ايه؟ مش قول تاني كده يا امي، قولي تاني. الكيرلي ايه؟ مش عارفه اعمل افتح الحامل. مش عارفه افتح الحامل تاني. ماشي كده تمام. مسفورت كده تمام بالنسبه لي، تمام. اوه، ما قلتوليش يا عيال ايه رايكم في الفستان؟ انا بكلم نفسي، ده انا لابسه ونازله مخصوص عشان يعني ايه، باخد رايكم مش تقولوا لي ايه رايكم في الفستان. ميرسي يا حبيبي يا حبيبتي، ميرسي. اجيب له حزام بقى ولا مش محتاج؟ انا قلت الحق البسه قبل ما الجو ايه يرجع يسقع تاني. اوريك الفستان. استنى اقوم افلكه، مش عارفه كده هيبان ولا لا. باين كده. ادي الفستان مره كمان. حلو. ايه رايكم في الموديل؟ واللون باين كده. حلو. يجنن اللون، عجبني قوي قوي. اللون عجبني قوي قوي قوي. تديله كام ده بقى؟ سعره على فكره هو في الاوتلت، في حاجات في الاوتلت او لدفيد ده هاند، مع ان انا ما بفضلش دفيد ده هاند هنا ابدا، ما بحبش، بحس ان هو مستهلك قوي، بس ده شفت الكواليتات بتاعته حلوه، حاطينه مع الاوتلت. تديله كام؟ ميرسي يا حبيبي، ميرسي يا قلبي، ميرسي. محتاج حزام ولا اطنش؟ هو المفروض هنا في حزام، فممكن يتجيب له حزام ركامه كده اهو، او ستان، ولا مش محتاج؟ اكبر دماغي. اكبر. اكبر. انا مش عارفه ليه لما بفتح لايف عندي في البيت بيبقى الاضاءه وحشه قوي، مع ان جابر اسمه ايه ده في محمد دلوقتي، اسمه ايه الرينج لايت. ميرسي يا حبيبتي. وبرده بتبقى الاضاءه مش واو خالص. تعالوا بقى، عايزاكم في موضوع مهم بجد بقى. خلصنا الفستان والشعر، دلوقتي نتكلم جد بقى شويه، ماشي؟ مع ان انا ماليش في الجد قوي، تقيل على قلبي. انا شايفه حبايبي كتير هنا معايا هنا في هولندا، عايزه اسمع منكم بقى، نتناقش بجد بقى، يعني حقيقي ايه اللي بيعجبك في هولندا، وايه اللي بيعجبك في هولندا، وايه اللي ما بيعجبكش. خلينا نتفق ان كل بلد ليها سلبيات وايجابيات، يعني ما فيش بلد هتدينا كل حاجه، والدنيا نفسها مش هتدينا كل حاجه. ما فيش حد فرايده او راضي. ريم بدات تضحك. 100%.
عايزه اسمع منكم بقى ايه اللي بيعجبكم وايه اللي ما بيعجبكمش. اصل انا نزلت فيديو من كام يوم كده وقلت للناس الهولنديين دول شعب طيب. اتشتمت شتيمه. وقال لك الضرايب ومش الضرايب. طب يا جماعه انا بكلمكم في شعب، انا بكلمكم وانا لسه مصره. الشعب الهولندي ده اقدب شعب واشيك شعب واطيب شعب وعنده انسانيه، عنده رحمه. احنا بنتكلم على البني ادمين دلوقتي، ما بنتكلمش على الريخلس او الحاجات اللي تعباني وتعباكوا وتعبى الناس كلها. عايزه اسمع منكم بقى ايه اللي بيعجبك هنا وايه اللي ما بيعجبكيش، او ايه اللي بيعجبك وايه اللي ما بيعجبكش. اكيد احنا كلنا مش مبسوطين. طبعا احسن. طبعا احسن ومن البلاد الاوروبيه. يعني انا عشت في بلاد اوروبيه بره ومبسوطه وبحبها وبتجنن عليها، بس هنا احسن. بغض انا مشكلتي الوحيده هنا، يعني انا مشكلتي يعني يكاد مشكلتي الوحيده الجو بسنيت ميت ما يخزون دهايد. يعني الجو مش ماشي مع صحتي. غير كده انا لا. يعني انا دايما اقول لهم لو الجو يفضل كده حلو وفرم ودافي، هولندا دي تبقى من احسن بلاد العالم. امي وانا عندي صاحبتي تقول لي كده برضو. يعني صاحبتي طلعت كذا بلد في اوروبا، تقول لي هنا من احسن بلد في اوروبا. هم دايما يقول لك ايه، ألس خد خريخلد. يعني كل شيء منظم، يعني عندنا كل شيء متوضب ومنظم، وده حقيقي. انا ما جربتش جو السويد او جو النمسا، ما جربتوش. بس انا كجو احب جو اسبانيا اكتر، بيساعدني انا اكتر صحيا. ايه ده حد يعمل كده؟ تلاقيهم عيال صغيرين. شعب طيب وانساني وعنده رحمه ورؤوف وحنون ومؤدب. لا مؤدبين جدا. ريم بتضحك. ايوه الواد عامل دوشه بالعربيه. ما انا قلتلكش عقبال املتك. بص انت اسمك ايه اللي بتقولي تخرجي من الكامب؟ انت اسمك ايه حبيبي؟ الست المصريه لما بتيجي ما بتجيش على كامب، بتيجي على بيتها معززه مكرمه، بتيجي على القصر بتاعها، بتلاقي بيتها موجود، جوزها موضبه لها. ولا مصري ولا مصريه بيجوا على الكامب. بس عشان الفت نظرك، احنا بنيجي على بيوتنا حبيبي، بنيجي نلاقي بيوتنا جاهزه وبيوتنا مفروشه والبيزنس بتاعنا مفتوح. انا ما جربتش الكامب ده عشان اقدر اقول لك لما اخرج منه هواجه الدنيا شكلها ايه ولا لا. ثانك يو. ميرسي. هو ليه دايما مفترضين؟ معرفش. يعني انا بشوف تعليقات كتير في الكامب، انت قاعده في الكامب ليه انت متخيل ان كل الناس نفس السيتويشن بتاعك؟ يعني ليه متخيل كل الناس جايين هنا؟ طبعا يعني ده ما ينقصش شيء من البني ادم، بس ليه انا بتقدر ظروفي زي ظروفك؟ انت ظروفك حاجه وانا ظروفي حاجه. انا جيت على بيتي، يعني جيت على بيتي وعلى الشغل بتاعي فواجهت الدنيا من اول يوم. النظام والنقاء والاداره سهله والتعامل حلو جدا. الضرايب بس هقول لك على حاجه، هي الضرايب عاليه، بس الضرايب دي بيقدموا لنا بيها خدمات. يعني الضرايب انت لو تلاحظي كده في الشارع بتاعكم او الشارع اللي وراكم، هم كل ما يلاقوا نفسهم فاضيين فيكسروا ويوضبوا الشارع من اول وجديد. يكسروا ويوضبوا الشارع، ودايما بيجملوا. يعني دايما تلاقيهم بيجملوا في الشوارع، في الحي، سوري، في المحطات. يعني بياخدوا الفلوس دي مش بيدونا بيها حاجات. هي بس الضرايب ممكن عاليه. طب ايه رايكم في الرعايه؟ ايه رايكم في الرعايه الصحيه؟ الرعايه مش الطب برضو، عشان نفرق الكلام بيننا وبين بعض، عشان هنلاقي ناس داخله دلوقتي تهبش ويقول لك طب. انا ما بتكلمش عن الطب، انا بتكلم عن الرعايه الصحيه.
الرعايه الصحيه حاجه ممتازه طبعا، ممتازه، والطب حاجه تانية. انا وانتوا كلنا عارفين الطب هنا شكله ايه. ده هنعمله لايف تاني. براسيتامول، براسيتامول، براسيتامول. اه الرعايه ممتازه 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 على مستوى اوروبا كلها. هنا اكتر رعايه ممتازه. انا ما جربتش مستشفيات المانيا، لا بس ما اعرفش. هو انا مش راضيه، مش راضيه 100% هنا عن الطب. يعني انا احس في حاجات وحاجات. يعني هنا فيهم ميزه. انا لما جيت لسه جديد واخش عند الدكتور او الدكتوره يقول لي ايه، طب انا اقدر اساعدك بايه، او انا اعمل، او تفتكر انت عندك ايه، فانا انهار. انا اسمع الكلمه دي بقى وانهار. اللي هو يعني انا لو اعرف انا عندي ايه انا ما كنتش جيت لك. لو انا ما درستش طب زيك او زيك 7 سنين، فانت اللي المفروض تبقي عارفه انا عندي ايه وتساعديني ازاي. انا مش هقول لك تساعديني ازاي. فبعد السنين دي كلها، السنين دي كلها بقى ايه، يعني دلوقتي لو عندي انا مشكله ورحت للدكتور، فالدكتور يقول لي موتك استجيره. يعني انا لازم، انا يعني قعدت شغاله في دماغي استجيره ده هيذاكر، ده لسه من اول وجديد. لا هو عايز يدرس الموضوع وبيكلم الناس اللي هم المتخصصين اللي اعلى منه. فانا دلوقتي ما بنهارش، انا بسيبه بقول له ذاكر على راحتك وذاكر وانا معاك، اما تخلص مذاكره ابقى رد عليا. دي اعتبرتها ميزه. يعني الحته دي كانت بتضايقني الاول، دلوقتي اعتبرتها ميزه. ليه بقى؟ احنا عندنا دكاترتنا شاطرين، دكاتره عندنا شاطرين ماشي، اللي هو بالفهلاوه بقى كده، فاهمين؟ اللي هو يبص لك هو عارف انت عندك ايه من غير ما يعمل استجيره ولا اي حاجه. بس عندنا مشكله كبيره جدا، مشكله الادويه يا جماعه. الادويه، يعني انا لا قدر الله، انا كان عندي بنت من البنات دي وقعت مره مني في الاجازه من كتر الادويه والمضادات الحيويه اللي هو كاتبها لها، والحقن والابر. كان افتكر لها العافيه، كان ايام قال لك كورونا، وكاتب للبت 4 انواع مضادات حيويه. البت وقعت في الشارع وجابوا لها الاسعاف نقلوها. يعني ما حدش يستحمل المضادات اللي انت مديها دي، وفي الاخر يقول لي ايه، نعيد الكورس تاني اصل اشتباه في كورونا. اشتباه؟ يخرب بيتك، اشتباه؟ انت كاتب لها كل كورس العلاج ده وانت مش عارف تشخص اصلا؟ يعني انت مش عارف دي كورونا ولا مش كورونا؟ فدي حاجه مش حلوه. يعني احنا خلايك على طول تعبانه. زي ما انا جيت كده من بلدي، فالعيل سخن، اجري على الدكتور، شوف لي حل، السخونات دي لازم تنزل. يقول لك لا ادي له باراسيتامول. ما فيش، الباراسيتامول ما بينزلش. لدرجه ان انا مره اتخانقت في العاده، واللي هو عايز مضاد حيوي، لازم تديله مضاد حيوي. بس في الاخر انا عرفت ان هم عندهم حق. الادويه الكتير والمضادات الحيويه دي بتقلل المناعه، بتقلل مناعه الجسم، ومش كويسه، مش حلو خالص. انت تناقشه. انا مره دكتور من الدكاتره قلت له ايه، يعني هو كاتب لي تابلت، البرشام تابلت تقريبا او حاجه زي كده، فتابلت تقريبا او حاجه زي، او كاتب للولد البرشام. رحت قلت له طب يعني خش اكتب على الكمبيوتر كده، اقول له يمكن يدينا نقط. خش اسال وهو يكتب. هم هنا ناس بسيطه جدا جدا جدا. يعني انا بقولها من غيظي او من فرستي، لكن هو سمع الكلام وكتب طبعا عايزين الدواء ده عباره عن نقط او حاجه زي كده. فعايزين قاعدين بنتعلم مع بعض. قاعدين بنتعلم مع بعض. بس خلاص انا يعني قربت اتعودت بقى لي سنين يعني، فخلاص الحاجات دي ما بتضايقنيش. بس اتضايق اللي انت ممكن تبقي عامله خروطه اندرزوك. يعني ايه خروطه اندرزوك يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني اما تروحي تعملي فحص طبي، فحوصات واشعه ومستشفى ودكاتره وي وي وي، ممكن تقعدوا سنه
تدوروا وفي الاخر ما بنوصلش لحل. ما بنوصلش لتشخيص. محمد لسه بسأل عليك يا محمد. فحص، بحث. وفي الاخر بقى ما بتوصلش لحاجه، محدش بيوصل لحاجه يعني. مش عارفين في ايه. رينج لايت. لسه بقول في محمد، بقول لهم البتاع اللي بينور. الرينج لايت. بس الاضاءه كانت حلوه بتاعته امبارح. انا حاسه ان هو ما كانش واو قوي، ولا ايه يا جدعان اللي كان معايا على اللايف امبارح؟ ما كنتش مبسوطه من الاضاءه بتاعته قوي، مش عارفه ليه. شوفوا الدنيا هي ضلمت عليا بسرعه على بال ما عملت الغدا ونزلت وقست فاتتشيني الحلوه دي، ولا جبت شويه حلقان بقى. البنت الاستاجيره بتاعتي، الاستاجيره المتدربه بتاعتي كانت معايا النهارده، هو المفروض ميعادها بكره. قالت لي تنزلي، تحبي تنزلي؟ انا قايمه مش يعني ايه، ماليش مزاج قوي. فقلت لها طب هفكر وارد عليكي على الساعه 12. وانا نازله فصاحبتي قالت لي انا كده او كده، كنا في الاستاد، انا في الاستاد، فلفينا احنا الثلاثه مع بعض. كان يوم حلو، كان يوم لطيف النهارده والجو حلو. فمسكت حلق كده، حلق من الحلقان. احنا داخلين في محل بتاع الاكسسوارات، وراحت لي بصي ده بتاعك، ده ليكي. ما انا بصيت للحلق كده قلت لها يعني مش لوني، مش ده اللي يستهوني. قالت لي هو ده ليك، هو الحلق اسود كده، قلب اسود، هبقى اوريه لكم، وانت شعرك اسود وهيمشي مع هو كده بتاعك. بنت صغنونه كده عسل شربات، انا بموت فيها يا بنتي. قالت لي بقول لك ايه، ما اعرفش ده كان ثمنه كام، 17 يورو باين او حاجه زي كده، ونزل ل 3 يورو. قلت لها مش هتني لك كلمه، مش هكسر لك كلمه، هاتوا الحلق، نجيب الحلق. فجبنا الحلق، جبت حلقين النهارده، وجبت فستانين يجننوا. بكره هنزل لكم بالفستان التاني. الفستان التاني جامد، لا جامد 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 يعني. هو ايه اللي مع التكرار هنتعود. المكان هادي هنا، لا المكان هادي. الهولنديين اشكرهم لانهم علموني الهدوء. انا كان ممكن اتعصب من الهدوء بتاعهم في الاول خالص، دلوقتي هي الحياه كلها بتعلمك الهدوء. الحياه فرهدتنا. يعني حتى انت لما بتنزل بلدك وتلاقي حد بيتخانق معاك، انت خلاص انت خدت على الهدوء بتاع هنا، خلاص انت ما عندكش طاقه، ما عندكش ثقه، خلاص انت اتعودت على الهدوء، فانت ما بتقاوحش مع حد. يعني مش زي ما احنا كنا لسه جايين. اعتقد لما جيت هولندا هنا لسه جديد، هو نبره صوتي لسه زي ما هي، هو نفس الصوت العالي، بس دلوقتي بقت هاديه. فهم لما كانوا هاديه في تصرفاتي، في ردود افعالي، في رد فعلي، الا بقى لو حاجه استفزتني خلاص بقى. الاسكندراني بيحضر بالهولندي، الاسكندراني بيحضر بالهولندي، ده لما ببص بيوصلوني هنا. فهم كانوا بيبصوا لي، حتى انا لما بفتح لايف معاكم وانا قاعده بتكلم وابقى قاعده في كافيه او ريستوران، فهم تلاقيهم بيبصوا لي كده يعني ايه ده، ايه ده، ايه الصوت العالي ده؟ تخيل عمركم انتوا شفتوا حد هولندي هنا بيتكلم بصوت عالي؟ انا اول امبارح تقريبا او من يومين وانا في اللايف، يعني بقول لكم الست بتبص لي ليه؟ ليه؟ غلاسه يعني؟ بيعمل كشافات في عينيا. فالست بتبص لي كده، يعني انا صوتي عالي، صوتي عالي، بس انا مش هو نبره صوتي كده. احنا كل يعني احنا الاسكندرانيه كده تلاقي دايما صوتنا عالي وبنتكلم بايدينا. بس الحمد لله دلوقتي انا ممكن قليل جدا لما يبقى عندي رد فعل عنيف، خلاص بقيت هاديه خالص. انا فاكره اول مره نزلت فيها اجازه مصر، فانا كنت نازله على اسبوعين، تمام. فاحنا كنا بننقل من بلد لبلد، فجوزي قال لي لا خليكي انتي والولاد بقى في مصر على بال ما انا اظبط لكم البيت والبيزنس والشغل، وبعدين اجي اخدكم بدل ما تتمرمطوا معايا. طب تمام. ف اللي هو يعني المفروض جاي لي كمان، قعدت 8 شهور تقريبا في مصر. اول 3 شهور في مصر
انزل اركب تاكسي بتخانق مع سواق التاكس. بتخانق مع البواب. انا مش مستوعبه اللي بيحصل حواليا. مش عارفه بتخانق مع مين. اول 3 شهور دي انا في انهيار عصبي، منهاره. بعد كده بقى واحده واحده اتعودت. هو المكان بيبقى بالتعود. بعد ال8 شهور بقى هنزل اخدك، قلت له خليك عندك خلاص. هو جه يعني لاني بنزل السبت بقى. وبجيب الخضار من الراجل بتاع العربيه بتاع السبت في السبت بقى، واطلعه من البلكونه. وعجبني بقى الجو ده خالص. بس هو المكان بالتعود. بس هو اكتر بلد انا بحبها وارتحت فيها وما زلت بحبها. ماشي، انا مبسوطه هنا وكل حاجه، بس هو الجو مشاكلي هنا. اسبانيا. اسبانيا دي بتجنني، بتاخد عقلي مني. صح، عندك حق في ايه يا دكتور؟ انا اصلا قلت حاجات كتير قوي. عندي حق في ايه؟ يا دكتور مش عارفه. بعتلك مسج. ماشي يا حبيبتي، هبقى افتح المسج بعد اللايف. الفرق بين اسبانيا وبين هولندا الجو والبحر. عشان انا بتجنن على البحر بقى، اسكندريه وبحر وشمس وكده. انا مشاكلي الوحيده هنا الجو بس. الجو يبقى حلو، لان الجو ده انا محتاجه جو مستقر. وانتوا عارفين الجو بتاع مساء الفل يا لوما. عارفين الجو بتاع هولندا. الظهر يعني بتشوف ال4 فصول في نفس اليوم. فطبيعه التعب اللي عندي ده ما بيستحملش الجو ده، تقلبات الجو. فانا ببقى محتاجه جو استابيل. انا فضلت اقول للدكتور سنه انستابيل يعني غير مستقر. والراجل يهز راسه وفهمني. وانا المفروض اقصد ان جو استابيل يعني مستقر. ها، وما يحرجوا الهولندي، ما يحرجكيش ابدا. يعني لما تقولي جمله غلط او كلمه غلط مش ممكن يحرجك ويقول لك اللي انت بتقوليه ده غلط. هو ممكن يصحح لك بطريقه كده غير مباشره، لكن ما يجيش يحرجك او يكسفك او يقول لك لا انت بتنطقي الكلمه دي غلط. فانا قعدت سنه اقول له انستابيل الجو انا اكناودخ انستابيل فير. وهو الراجل يهز في راسه يقول لي اصنبك. انا فاهم، وانا اقصد حاجه تاني. عايزه جو مستقر. اسبانيا الجو حياه وتنطيط بقى وخروجات وبحر وجو وشمس وكده. ورخيصه، ارخص من هنا بكتير. بس الاقتصاد بقى زي ما انتم عارفين واقع، او الشغل بعافيه. يعني الشغل عندهم بعافيه شويه. لا، طبيعه الشعوب مش واحده في اوروبا. يمكن يتفقوا في الرقي، يتفقوا شويه في الرقي في النظام. بس اكتر برضو انا مصره اكتر شعب مؤدب، واكتر شعب منظم، واكتر شعب عنده انسانيه وعنده رحمه. الشعب الهولندي. ما انا شفت شعوب كتير في اوروبا، لا ما فيش حد زي الشعب الهولندي. انا اتعاملت مع انجليز ومع المان ومع شوفي الاسبان انا بحبهم قوي، بموت فيهم. وخصوصا بقى ان هم واخدين زينا كده. الحركات والدم الحامي ده والصوت العالي. بس برضو هنا اطيب، هنا ارقى، التعامل ارقى. برضو ممكن. انا ما جربتش بقى البلاد التانية. يعني انا جربت مثلا، يعني اتعاملت مع انجليز، مع المان، مع اسبان. ف راقيين جدا. الهولنديين راقيين جدا. لا، جدا. الاسبان بقى لما ببقى في اجازه في اسبانيا واجي اقول لواحده اسبانيه بقى انت عارفه ان احنا بنموت فيكم؟ تقول لي ما انا عارفه. انت عارفه ان كل حاجه عندكم حلوه والوانكم جميله. ومش واحده بس، يعني كذا واحده اسبانيه تقول لها الوانكم جميله ومبهجه. وفعلا هم الوانهم مبهجه، الحياه كلها عندهم مبهجه. تقول لي ما احنا عارفين. قلت ايه جديد؟ ما احنا عارفين. او لا، انت عارفه ان العالم كله بيتجنن عليكم هنا؟ تقول لك عارفين. غلطين قوي. نفس طبع الاسكندرانيه. لو تحبوا نتعالج نفسيا نعيشوا في المانيا. لا ليه؟ ده انا اعتقد ان المانيا دي اكتئاب اكتر من هنا. مين اللي نرجسي بطبعه يا محمد؟ مين؟
مين نرجسي؟ اسباني من غير غسالة الاطباق، مش عارفه اعمل ايه من غير غسالة الاطباق، والله مش عارفه. مش عارفه اقضي الصيف ده ازاي من غير غسالة الاطباق. طب انا اضحكوا عليا، اضحكوا عليا، انا كنت هطلع لكم في لايف. انا عماله انا عامله شوربه النهارده، شوربه ومن شوربه عدس، ومن اسبوع كده كنت عامله شوربه لسان العصفور. فانا عايزه ادي الجيران. فطب عماله افكر انا، طب انا لو اديت جاري او جارتي في طبق الشوربه الطبق ده هيرجع لي كمان اسبوع، كمان اسبوعين، وانا محتاجه الاطباق بتاعتي كمان كام يوم. ولا اقول لهم تعالوا اشربوا الشوربه هنا. طب ما هم لو قلت تعالوا اشربوا الشوربه هنا القعده هتحلو بقى، وهنقعد لنا ساعه ساعتين نص ساعه، احنا وظروفنا بقى. المانيا كئيبه شبه. فقعدت افكر انزل الشوربه في اطباق، ولا اقول لهم تعالوا نشرب شوربه هنا مع بعض. في الاخر بقى ما وصلتش للحل. انا كنت عايزه اسالكم، فشربت انا الشوربه كلها لوحدي، كلها خلصتها كلها. النهارده عامله شوربه عدس. كل يوم اخش لل اسمه ايه بتاع الخرنطه الخضري والجزار، واقول له اطبخ النهارده. فهم اتراك، فيقول لي انا مش عارف يا ابله. واحد رد عليا النهارده قال لي يعني انا هلاقيها منك ولا من مراتي لسه متصله نفس السؤال بتاع كل يوم، عايزين تاكلوا ايه النهارده؟ فقال لي بصي بقى ابله، انا قلت لها تعمل شوربه عدس، قلت له خلاص شوربه عدس. فعملنا شوربه عدس. انا هشتري من اكشن بقى هنا حاجات مخصوص للشوربه كده بتاعت الشوربه، وابقى اوزع شوربات. انا بحب اوزع شوربات قوي، واحب اعمل اكل. ده لو انا صحتي كويسه بحب اعمل اكل قوي. وبعدين كل عربيه معديه يروحوا داربين الحاجات في الكشافات في عينيا. يحبوا الاكل العربي جدا جدا. ولا السمك بقى، السمك على الطريقه الاسكندراني يتجننوا عليه. الكريسماس قرب بقى، قبل الكريسماس كده نبقى نعمل شويه الحبشتكنات بتاعتنا دي. انا هسيبكم بس عشان الدنيا ضلمت وانا خايف اروح لوحدي في الضلمه دي. بيقول لك تم تصفيه بعض التعليقات. ده قال التعليقات دي الواد اللي كان بيقول لي امبارح عامله فاكره حالك صغيره، كنت عايزه انزل له بتوكه ورد كده النهارده، بس قلت يلا مش مشكله، اللايف الجاي هبقى اطلع له بالتوكه الورد الفل، توكه فل كده. ويا سلام بقى مع الفستان ده بقى، ايه اوعى. طيب قولي لنا طريقتكم في السمك الاسكندراني، انت تحيقيه كويس. يعني ايه تحيقيه كويس؟ التحييق يعني ايه يا محمد؟ هنا المارينيرا بيعكسوا العربيات دي بتعاكس. طب انا ماشي، اما اقوم لكم اما اخلص اللايف بتاعي. بصي يا حبيبتي، توم كتري التوم. السمك بيحب التوم، اديله توم يحبك. توم وكمون بقى وليمون وشويه شطه وقرن فلفل اخضر حامي. في ناس بتحط كزبره بس انا ما بحبش الكزبره. تاني ليه هولندا انا لازم اغير البتاع ده. كزبره وليمون وفلفل، وتحيقيه بقى وتسيبيه في التحييقه بتاعته دي بقى على قد ما تقدري، اطول وقت ممكن يعني. وشوفي بقى انت عايزه تقليه، عايزه تعملي صينيه، بس غالبا احنا بنقليه. يعني احنا بنقليه او نحطه في الصلصه، بنعمل له ساوي الصلصه كده برده بالثوم، بيبقى جميل قوي. والرز الصياديه ده بقى انا مره نزلت لكم فيديو على رز الصياديه، هبقى مره اعمل لكم فيديو كده اوريكم السمك على الطريقه الاسكندرانيه. ده ليه اشكال والوان بقى، وسنجاري ومقلي ومشوي ودنيا تانية. مفيش احلى من انا بالنسبه لي. والاسبان شاطرين في الاسماك بس برضو مش زي الاسكندرانيه.
يعني هم شاطرين والبقيه والحركات بتاعتهم دي، بس مش زي الرز الصياديه بتاعنا. ماما واحد هتلاقيه واحد. تقليه دي يعني ايه؟ يعني ايه تقليه؟ ما احنا عندنا تقليه، احنا في اسكندريه تقليه دي اللي هي البصله اللي بتحمريها. التومه دي عندنا اسمها طشه. دي طشه مش تقليه، فما اعرفش التقليه دي تقصدي بيها ايه. سمك البحر رقم واحد. طب اقول لك على حاجه، انت عارف ان انا ما بعرفش اكل سمك هنا خالص؟ يعني دي من الحاجات اللي تعباني برضه، ما بعرفش اكل سمك خالص. بحس ان هو سمك بلاستيك، زي الشمس البلاستيك دي. يعني انا اكل سمك وعايز تاكله طازه كده وطالع من البحر على بقك على طول في اسبانيا، بس هنا ببقى مضطره، يعني انا ببقى مضطره اجيبه من باب التغيير، لان انت بتزهق من الفراخ واللحمه، فلازم تغير من وقت للتاني بقى. بس بقى بلاستيك، حاسه بلاستيك. لكن السمك بقى هناك غير، وعندنا احنا في بلدنا برضو حاجه تاني. مش عارفه، بس ما بحبهوش، يعني بحس ان هو مفرزينه ويسيح. يعني انا ببقى شايفاه في السوق متفرز وبعدين ساح وبعدين يرجعوا يفرزوه تاني، فحاجه يعني اخر يعه. هو في محل هنا مغربي بتاع مغاربه، ده بقى ده تشتري منه، بتلاقي الحاجه عنده طازه، اول باول طازه كده وحلو ونضيفه ونضيفه. يعني ما بقتش اجيب من السوق سمك تاني. وانت كمان يا حبيبي، مش عارفه بنطق اسمك، او انت يا حبيبتي، الدنيا منوره بيكم. فده يعني المحل المغربي ده الى حد ما احسن من السوق كتير، بس ببقى مضطر. يعني انا عندي ولادي بيبقوا مستنيين السفريه بتاعت اسبانيا دي عشان السمك، اللي هو بصي، اوعي تقول لنا فراخ ولحمه، احنا جايين هنا عشان ناكل سمك وجمبري بس. وطنط بقى تنزل الصبح تجيب السمك وترجع تنضف السمك وترجع تحيق السمك وبعدين تقلي السمك، وفي الاخر تقولي انت زعلانه عشان ما فيش غساله اطباق. ما لازم ازعل. شيكي حبيبتي، شيكي. يلا خدكم نتمشى شويه بقى، الدنيا ضلمت. بس بصراحه بقى عيال، بصراحه يعني، شوف الفستان ده انا كنت مستغليه ثمنه بصراحه. بس قعد في الشنطه على ما طلعته من الشنطه بتاعته ولبسته، قعد وقت، طلع زي ما هو. بصي، ولا الكرمش كده، تنتوفه. يعني الخامه بتاعته حلوه قوي، مش هيتعبني بقى في ده اللي بيقولوا عليه عندنا في مصر ايه، غسيل ومكوى. غسيل وايه؟ لا، غسيل ولبس، مش غسيل. هما بيقولوا غسيل ومكوى ولا غسيل ولبس؟ والله نسيت. بس هو ده غسيل وتلبس على طول، ما بيتكسرش. يلا بقى، بشو. انا خايفه من الضلمه. الاتوبيس جاي. الاتوبيس جاي. امشي يا اتوبيس. يلا باي، تصبحوا على خير. ميرسي يا حبيبي.